السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا مصر بقت في مصاف الدول المتقدمة وبقت بتنافس دول العالم في التعليم، وكل ده بسبب القرارات الحازمة من وزير التعليم اللي نهض أخيرا بمستواه. فمن هنا بقى نقدر نقول مبروك لمصر خصوصا وللبشرية كلها عموما. وزير التعليم المصري خلاص أخذ القرار ومنع النقاب من المدارس بعد صراعات طويلة وبعد بحث عميق. لقينا اللي كان عامل مشاكل ومأخر التعليم هو النقاب يا سادة، وخلاص جاري العمل للتخلص منه علشان ننهض وننافس على المركز الأول. وبعد منع النقاب دي بقت صورة مصر المتقدمة. تاني يوم القرار على طول ووكالة ناسا الأمريكية أرسلت لوزير التعليم المصري بتطلب منه النوابغ اللي أنتجتها وزارته بعد منع النقاب. وطالب الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا واليابان واستراليا والقطبين الشمالي والجنوبي من أجل أن يسمح لهم وزير التعليم بنقل تجربته الخرافية اللي خلت التعليم في مصر رقم 1 في العالم، وحتى كمان في المريخ وعطارد والزهرة والمشتري. الكائنات الفضائية في الكواكب المجهولة بتتوسل إلى وزير التعليم المصري لكي يسمح لهم بنقل تجربته الجنونية لتطوير التعليم المصري. والحيوانات في الغابات والقراميط في الترع والحطابين في الجبال والصيادين في البحيرة والعجائز أمام المدفأة والكادحين في المصانع والمثقفين في المقاهي بيشكروك على إبداعك في التعليم المصري بعد منع النقاب. كوكب اليابان بيستغيث بيك علشان تنقل تجربتك الجديدة ليهم. وزير التعليم اللي مش بيحافظ على النظام التعليمي ولا يوحد الزي المدرسي للطلاب مشكلته في منع النقاب. وزير التعليم رجل علماني وبيطبق علمانيته على تلاميذ المدارس. هل أنهيت كل مشاكل التعليم ولم يبقى عندك إلا نزع الستر عن أولادنا حتى تنتهي مشاكل قطاع التعليم كلها؟ هل أنهيت طيب على الدروس الخصوصية اللي أرهقت كاهل الغلابة؟ بالطبع لا، ولم تفعل، والحقيقة أنك فشلت لا مؤاخذة في هذا الجانب. هل أصبح التعليم في عهدك كله إلكتروني أونلاين أو بالذكاء الاصطناعي؟ ما حصلش، والحقيقة أنك فشلت هنا كمان. هل أصبح منظومة التابلت ناجحة وتتم العملية التعليمية كلها بها وسوف تتخلص الأسر والتلاميذ من شنطة الكتب زي باقي دول العالم؟ ما حصلش، وحتى دي فشلت فيها. هل قضيت على ظاهرة تسريب الامتحانات يا وزير التعليم؟ ولا دي كمان برضو تنضم لقائمة الفشل؟ هل قضيت على ظاهرة الغش الأسري والجماعي كما حدث في الصعيد؟ لا، ما حصلش، ودي كمان بتنضم لقائمة الفشل يا وزير التعليم. هل سويت بين كل أفراد الشعب فرص التعليم وخليتها كلها مدارس مستوى رفيع وراقي زي باقي دول العالم؟ ما حصلش، وما زالت قائمة الفشل تزداد. هل منعت البناطيل الضيقة والمقطعة والمكياج والملابس الخليعة وكشف اللحم والشعر؟ هتقول لي لا طبعا، اذا كنت انا اصلا جاي علشان اخليها مدارس وتعليم وحفلات مليطه. يا وزير التعليم، هل راعيت ادميه الطلبه وعملت لهم فصول تسمح لهم انهم يتعلموا في مناخ كويس؟ لا برضو ما حصلش. هل عملت لكل طالب في الفصل مقعد ودرج ادمي وظبطت شبابيك وابواب الفصول المتهالكه علشان تحمي ولادنا من برد الشتاء؟ لا ما حصلش، حتى دي كمان فشلت فيها لا مؤاخذة. هل رعيت الطلبة المتفوقين ووصلتهم لأنسب الطرق لاستغلال موهبتهم لينتفع بهم الوطن؟ هل تابعت المعلمين حيتان الدروس الخصوصية وحسبتهم وعاقبتهم على استغلال الأهالي والإهمال في التعليم في المدارس؟ ولا حتى دي كمان عملت فيها حاجة، لكن نجحت في محاربة العفاف والحشمة وبس. هل حسبت الجامعات على حفلات الرقص وقلة الأدب في حفلات التخرج يا وزير التعليم؟ ما حصلش، بل بتشجعهم على كده وبتفتح لهم الباب أكتر وأكتر. هل معامل العلوم في المدارس على مستوى محترم ينتج لنا طالب فاهم بشكل عملي؟ بالطبع لا، فشلت في النقطة دي كمان. هل المدارس كلها نظيفة من القمامة وفيها خضرة وأشجار زي باقي مدارس العالم، ولا احنا يعني عجبة؟ انت فشلت في كل حاجة، لكن نجحت في القضاء على الحشمة والنقاب. لكن أقول لك
ولا هتنجح في دي كمان والله. النقاب والحجاب بل الإسلام كله بيحارب من يوم ظهوره، لكن الله أتم نوره وباء المحاربون له بالفشل. يا وزير التعليم، بدل ما تكرس جهدك لمنع النقاب، روح شوف منظومة التعليم محتاجة ايه واسعى انك تعملها، وسيبك من لبس بناتنا. فما ظهرت حالات الزواج العرفي والتحرش وغيرها إلا بسبب التعري والتبرج السافر. ارحموا بقى شبابنا وساعدوا البنات على العفة، وساعدوا الشباب على غض البصر وتحصين الفرج. بلاش تبقوا معول هدم. لكن لو هنلوم عليك مرة فهنلوم على شيخ الأزهر 1000 مرة اللي طلع وأنكر النقاب من الشرع، هداه الله. ولد النقاب ليس فرضا ولا سنة ولا مندوبا، لكنه ليس مكروها ولا ممنوعا، هو أمر مباح، فهو من باب العاديات، من باب المباحات، لا يتعلق به أمر ولا يتعلق به نهي، لا يتعلق به ثواب ولا يتعلق به عقاب. بص يا شيخ الأزهر، الأدلة على النقاب والحجاب قتلت بحثا، وتم الرد على كل شبهة عرضت فيها، ومش هطول معاك ولا هرد عليك ولا هقول لك سبب الفتوى ايه. اللي هيرد عليك الشيخ الحويني حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. لا يستطيع رجل درس القرآن والسنة وابتعد عن السياسة أن يقول إن النقاب عادي، مستحيل يقول إلا إذا كان مغالطا. دي الفتاوى اللي احنا شايفين دي كلها سياسة، ملهاش علاقة بالدين، إنما هي سياسة. قصة النقاب عادة، إزاي عادة؟ عندنا نصوص شرعية في السنة. مش هتكلم عن القرآن عشان دلالة القرآن واسعة شوية، احنا عندنا من السنة الكثير الطيب. كفاية عندي أن أذكر شيئين. الشيء الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى بدليل الخطاب المرأة إذا لم تكن محرمة تلبس النقاب وتلبس القفازين. وعندنا حديث أسماء بنت أبي بكر إنها كانت في الحج، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها، الاثنين بيتفقوا في المعنى. كنا إذا مر بنا الركبان تسدل إحدانا من جلبابها على وجهها. وأنا بقول أسماء ليه؟ علشان أصل الجماعة دول يقول لك أصل دي عائشة وأم المؤمنين الحجاب كان فرض على أمهات المؤمنين، لكن هذا لا يلزم بقية المؤمنات. أسماء مش من أمهات المؤمنين، أسماء بنت أبي بكر مش من أمهات المؤمنين. ومع ذلك تقول: كانت الواحدة منا تسدل من جلبابها على وجهها إذا مر بنا الركبان. واحد يقول لي: طب ما هو كده مش واجب. أقول: أنا ما بتكلمش في الوجوب دلوقتي، أنا لا أتكلم لا في الوجوب ولا حاجة، أنا برد على الذين يقولون إن النقاب عادة وليس عبادة. يروحوا يودوا الأدلة دي فين؟ التي تكلم عنها كل العلماء. يعني لما نفتح كتب العلماء السابقين، العلماء دول كانوا بيغشونا؟ العلماء دول كانوا جهلة ما بيفهموش يعني؟ طب أنا عايز أفهم، يعني العلماء اللي بيتكلموا من أيام الصحابة ومن القرن الثالث الهجري وانت نازل، دول كانوا ما بيفهموش؟ دول ما كانوش عارفين دين؟ دول كانوا بيغشونا؟ كانوا بيزيفوا علينا الأدلة والدين؟ ما تجاوبونا عن القصة دي. لكن أنا ما بتكلمش دلوقتي لا في واجب ولا مستحب، لا طلعونا بره خالص، قال لك ده ليس من الدين في شيء. خلاص ما جاوبونا بقى. يعني إذا علماءنا كانوا ضلالية كلهم وغشونا كلهم. شوف، أراد أن يبني قصرا فهدم مصر. أنا بقول أهو قدر الله سيمضي. أنا عايز أقول اللي عايز يقابل ربنا بوجه أبيض يتقي الله، يتقي الله. المسؤولية أمام الله فردية، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ينبغي أن ينظر المرء لموضع قدميه. أنا إن استطعت أن أقول الحق أقول الحق، لم أستطع أن أقول الحق أسكت ولا أزور الحق. هفقد منصبي، هفقد المكان اللي أنا بتكلم فيه، أقعد في بيت أعبد ربي. خلاص، إذا أنا عوقبت بأي عقوبة من هذه العقوبات عملت اللي علي. إذا سألني ربي لما كتمت العلم الذي في صدرك، أقول يا رب منع. لكن طول ما أنا لي سكة إن أنا أتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا نخالف أهل العلم قبلنا، ده ميراث لا يحل لأحد، بالذات لو المسألة فيها إجماع أو فيها رجحان كمان. إجماع لا يحل لأحد الخلاف. أظن الكلام واضح وبيعرفك ليه شيخ الأزهر بيقول كده. فالأمر مش دين، الأمر سياسي أكتر من مسألة أدلة، والكرسي له ضريبة لازم تدفع. في بقى على الجانب الآخر بعض الناس قال لك أمال العلماء فين وليه ما تكلموش على القرار ده؟ هقول لك أنت اللي ما سمعتش، لكن العلماء ولله الحمد اتكلموا في الأمر ده، ودي رسالة الشيخ مصطفى العدوي لوزير التعليم. اسمع كده: نقولها كلمة لله سبحانه نبتغي بها ثواب الله معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ألم يكن جديرا وحريا بهذا المسؤول الذي أصدر قرارا بمنع النقاب ومنع تغطية الوجه في المدارس، بل ومنع تغطية الشعر إلا بإذن من الوالد؟ ألم يكن من الجدير به أن يكون من الذين قال الله فيهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور؟ هذا شكر نعمة الله عليك أيها المسؤول بأن جعلك الله في هذا المنصب. شكر نعمة الله عليك أن تأمر بنزع الحجاب ونزع الفضيلة، أن تأمر بنزع الحياء عن بناتنا وعن بنات المسلمين. هذا كان من الجدير بك أن تفعل هذا، أو أنك تتقي الله في منصبك وتنظف وزارتك من التبرج وتنظف وظيفتك، تمنع اللواتي يلبسن البناطيل ويلبسن التبرج. ألم يكن من الجدير بك أن تفعل هذا بدلا من أن تحارب العفاف والطهر، بدلا من تحارب الفضيلة والحياء؟ أما قرأت أيها المسؤول قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا
قال فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أما مر عليك أيها المسؤول قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أما مر عليك أيها المسؤول حديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. أما مر عليك أيها المسؤول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. أما قرأت هذه النصوص إن الحجاب عفاف، إن الحجاب فضيلة، إن الحجاب حياء. اتق الله أيها المسؤول فيما تصدره من قرارات، ولكن لن تستطيع أن تشاقق الله ولا أن تشاقق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم من صنع مثل هذا الصنيع وباء سعيه بالخذلان والفشل. ولنا لقاء معك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، لنا معك بين يدي الله مساءلات، ولا تظن أن هذه الوظيفة تدوم لك. بين عشية وضحاها يرمى بك كما رمي بغيرك، يرمى بك كما رمي بغيرك. إن لم ننكر المنكر سفينتنا ستغرق. بلادنا بلاد مسلمة والحمد لله، ومرجعنا ليس إلى فرنسا، مرجعنا لكتاب الله، مرجعنا لسنة رسول الله. أحذر الوزير من غضب الله، أحذر الوزير من بطش الله سبحانه وتعالى. والله لا تدوم لك ولا لغيرك، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نسأل الله أن يزيل كل من أراد محاربة شرع الله من مكانه. وبرضه ده استنكار الشيخ محمد حسان متعه الله بالصحة والعافية. لماذا اقتصر المنع على النقاب ولم يشر من قريب أو بعيد إلى ملابس أخرى لا تناسب أبدا أي مرحلة من مراحل التعليم؟ لماذا أصبح النقاب منكرا والتبرج فضيلة وحرية؟ ما هو الجرم الفادح الذي ارتكبته المنتقبة الشريفة العفيفة؟ وما الذي دفع المعارضين للنقاب إلى رميه عن قوس واحدة والانزعاج من انتشاره وسن التشريعات الوضعية والأرضية للحد منه؟ لماذا برزت هذه القضية دون غيرها الآن وكأنه لم تبقى لدينا مشاكل سوى مشكلة النقاب؟ والله كلام عليه نور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لهذا الكلام القلوب والعقول. كان في كلمة عجبتني قوي للشيخ الشعراوي لكل واحدة متبرجة بيقول فيها مبالغة المرأة في تبرجها إلحاح منها في عرض نفسها على الرجل. يا سلام والله على الكلام. مبالغة المرأة في تبرجها إلحاح منها في عرض نفسها على الرجال. ليه بقى يا وزير التعليم ما هاجمتش التعري والمبالغة فيه زي ما هاجمت ووقفت للستر والعفاف؟ أما بقى رسالة الشيخ الشعراوي ليك فاسمع الرسالة دي. وبعدين يجوا برضه ناس يدافعوا عنه يقول لك والنقاب ومش عارف ايه ده يبدا مش عارف ايه. يا اخي اذا كنت انت ما انتقدتش التهتك في الملابس وانت دي حريه، طب ما تخلي النقاب من الحريه ده، اشمعنى ما تدخلتش في حريه التهتك ولما هي الحجاب تتدخل فيه؟ يبقى دي المساله دي ازاي بقى؟ لو الصوت ما كانش واضح لك هعيد لك الرساله بتاعته. بيقول لك يا وزير التعليم اذا كنت انت ما انتقدتش التهتك في الملابس وقلت دي حريه، طب ما تخلي النقاب من الحرية بقى. اشمعنى اتدخلت في دي وسكت في دي؟ اشمعنى ما اتدخلتش في حرية التهتك ولما يجي الحجاب وسيرته تتدخل فيه؟ وبعد كلام علمائنا وزير التعليم حابب اقول لك اتق الله، منصبك ده والله مش دايم، وفي النهاية لا اما هتسيبه لا اما هو اللي هيسيبك، وستقف غدا بين يدي الله رب العالمين ليسألك لماذا حاربت شرعي واستغليت منصبك في محاربة العفاف والفضيلة لأجل رضا بني علمان؟ يا ترى عندك إجابة تجاوب بيها ولا بني علمان هيجاوبوا عنك يوم القيامة؟ أخيرا أنا عارف إن حلقتنا دي ربما لن تصل إلى وزير التعليم، وحتى لو وصلت له لا ننتظر منه التجاوب ولا ننتظر منه إنه يقول سمعا وطاعة لله ولرسوله، لأن هذه الجملة لا ننتظرها من بني علمان ولا نتعشم أبدا أن نسمعها منهم يوما ما. وسبحان الله لو كان عندنا بس 10% فقط من همة أهل الباطل ما كان هذا حالنا. بتلاقي العلمانيين بينشروا كلام أسيادهم وبيمجدوه وبيدافعوا عنه، بينما نحن نتسول نشر الفيديو والتفاعل معاه، وربما كمان بيهاجمنا البعض لو قلنا لهم ادعمونا بتفاعلكم وتعليقاتكم حتى يصل الفيديو إلى أكبر عدد من الناس، ولعلك تكون سبب في هداية إنسان أو تصحيح معلومة وصلت له بالغلط. لكن لن تعدم الأمة الأخيار منها، ولن تعدم أبدا أهل الهمة والعزيمة الذين يحملون هم الأمة، ونحن نعلم أنهم قلة، لكن دائما تجد في أهل الحق أنهم قلة، لكن دائما تجد في أهل الحق الواحد منهم بمليون ممن سواه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بالحق حتى نلقاه وهو راض عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.